الجزائريين بالشكل ده. ثانيا الدولة المصرية عليها تتدخل فورا لدى الجانب الجزائري. نبطل نطبطب يا جماعة، ولادنا اللي بيتضربوا في كل مكان حد يتكلم يعملوا اتصالات. شوفوا ايه اللي بيحصل في السودان. ما ينفعش ولادنا بيتضربوا وبيموتوا في السودان، كمان سيبنا في الجزائر وبنتكلم على السودان. في ايه اللي بيحصل؟ لا هو اللي بيتضربوا في السودان يا استاذ احمد دول من جزائريين في السودان. أيوة. مش من السودان. لا هم باعتين عيال شبيحه يعني، هم مش باعتين مشجعين كوره. على شفنا شكلهم يا كابتن سمير. ايوه انا ما كانوا قاعدين اكبر مشجع فيهم عنده 18 سنه. ما انا بقول لحضرتك السودان، لا السودان شايليننا على كفوف الراحه الحقيقه، ما سابوناش. انما دول الجزائريين اللي موجودين في السودان. طب بيضربونا ليه؟ مش كسبوا؟ الله، مش خدوا الماتش؟ مش وصلوا كاس العالم؟ بيضربونا ليه؟ دي بالاحقاد ودي رواسب قديمه ودي مصر وام الدنيا. لا يا كابتن سمير، كابتن سمير معلش. ايوه طبعا. عايزين ارجوك اللي حضرتك بتقوله احنا مقدرين فرقتنا، مقدرين أيوة. مجهودها، وبنناشد الناس انهم يستقبلوكم وانتوا راجعين استقبال أيوة. الابطال. مش هنخلي أيوة. حد يشمت فينا، لكن مش أيوة. ايضا مش هنسمح لحد يضرب جمهورنا اللي موجود في الخرطوم. اذا كانوا الجزائريين كمان سابوا بلدهم وبداوا النهارده يضربوا في الخرطوم في دوله ثالثه، ده احنا بنتكلم على ناس مجرمه وليسوا جمهور مشجعين. ما احنا كنا بنلعب اهو في استاد المريخ، والصواريخ كانت قد ايه؟ كانت باينه في التلفزيون طبعا. الصواريخ دي كانت باين رهيبه جدا. هو ده ملف مهم جدا. كابتن سمير هارد لك، ربنا يرجعكم بالسلامه ويبقى يحلها ربنا بعد كده. وبلغ تحياتنا للجهاز الفني واللعيبه كلهم، وقول لهم كنتوا رجاله وقفتوا وقفه رجاله، ومصر كلها وراكم. ربنا واحنا زي ما وقفنا معاكم في النصر هنقف معاكم في الهزيمه. شاكر جدا كابتن. شكرا كابتن سمير. معانا الفنان هيثم شاكر. اهلا هيثم. عمرو ازيك؟ ازاي؟ ايه اللي بيحصل يا هيثم عندك؟ اللي بيحصل ان في مصيبه. ان احنا 130 بني ادم في باصين اتدغدغوا علينا، واحنا جواهم مفيش فتوته ازاز موجوده في البتاع، وبيحدفوا علينا سكاكين وطوب وبهدلونا. انتوا جوه الاتوبيسات؟ واحنا جوه الاتوبيسات كل ده بيحصل، بهدلونا، ولا في امن ولا في بوليس ولا في حمايه ولا في اي حاجه. هو مفيش حد مرافق معاكم في الاتوبيسات؟ وفين السفاره وفين الحمايه بتاعتنا؟ امن الجزائر نشجع منتخبنا عشان نتهان ونتضرب. الامن السوداني فين الامن السوداني؟ مفيش امن سوداني ولا في اي امن. طب الامن السوداني سابنا وجاي. طب يعني انتوا دلوقتي محاصرين من مشجعين من الجزائر بيرموا عليكم طوب؟ اتبهدلنا، احنا استخبينا في بيت واحد سوداني دلوقتي، موجودين في البيت عنده واستخبينا عنده. هيثم انتوا فين؟ فانهي مكان؟ فانهي منطقه؟ مش عارفين، احنا في السودان. طب هيثم انتوا كان المفروض كلنا كنا هنموت دلوقتي. انتوا كان المفروض تطلعوا المطار دلوقتي يا هيثم، مش كده؟ المفروض مش عارفين نوصل للمطار اصلا، وناس بالهبل متعوره وبتنزف معانا. هل هم قافلين عليكم الطريق قاطعين؟ عايزين نبطل طبطبه بقى ويقولوا ورده الكل مش عارف ايه وخرا ايه في ايه. عندك حق يا لازم تدخل. فين السلطات وفين الحكومه؟ يا جماعه تدخل عاجل، انقذوا ولادنا اللي موجودين في السودان. تدخل عاجل يا جماعه ارجوكم، ولادنا في السودان بيموتوا، ارجوكم تدخلوا شوفوا المصيبه. يا هيثم هنفضل معاك على اتصال، اسمعني يا عمرو. ايوه سامعك. انا محمد فؤاد يا عمرو. يا محمد ازيك؟ احكي لنا الاول ايه في ايه عندك؟ احكي مين؟ احنا بنموت. احكي ايه ولا ايه؟ طب اللي تحكي؟ انتوا في انهي مكان؟ طيب نبعت لكم حد. مفيش حاجه تتحكي، في ناس بتموت. انا وابني بنموت ومعاه 130 واحد. طب انتوا الاتوبيسات بتاعتكم فين دلوقتي يا محمد؟ احنا في مكان ما اقدرش اقول لك عليه، على الهوا. لازم تكلمني على التليفون اقول لك. هنخليهم ياخدوا منك التليفون ويتصلوا بيكم عشان يكلموا اي حد مسؤول يعمل معانا مداخله نشوف ايه اللي بيحصل في السودان. استنجد بيك يا عمرو. يا محمد احنا معاك طول الليل ما تخافش، احنا هنفضل معاك لغايه ما تخرجوا وتركبوا الاتوبيسات وتروحوا المطار. ممكن يتقتلوا في نص ساعه. ما حد لا يا محمد محدش هيقدر يمس دم واحد. ارجو تدخل سريع،
ارجو تدخل سريع، ارجو تدخل سريع. ولادنا في السودان بيموتوا من الجمهور الجزائري، الجزائريين بيقتلوا في مصريين في الخرطوم، ما كفاهمش اللي حصل في الجزائر. ارجوكم والا نناشد جمهورنا يقتل الجزائريين اللي موجودين في مصر، يخرج على الجزائريين اللي موجودين في مصر. عندنا جزائريين في مصر نروح لهم نموتهم طالما ولادنا بيتقتلوا في السودان ناخد بطارنا. ما ينفعش يا جماعه يا احمد، شوفوا ولادنا في السودان الحقوهم. يا احمد صلي على النبي، يا احمد صلي على النبي. ولادنا بيناشدونا يا احمد، خلينا نحل الموضوع الاول. وفي 8000 واحد بيجروا وراهم في الشوارع بتوع الحزب الوطني. طيب اتضربوا بيجروا وراهم في الشوارع. طيب لازم تدخل. عندك يا عمرو رهائن، عندك 10,000 واحد ممكن يموتوا النهارده. احنا هنفضل معاك لغايه اما تركبوا الاتوبيس وترجعوا. ما تخافش يا محمد، ما تخافوش. احنا واقعين في فخ وحش. يا محمد هيكلموك ياخدوا تليفونك عشان يقدروا يبلغوا اي حد من المسؤولين هنا بسرعه انتوا مكانكم فين عشان يبعتوا قوات سودانيه اذا كان في قوات سودانيه اصلا موجوده. كلمنا على تليفون. هيكلموك دلوقتي حالا يا محمد على تليفونك. فين يا جماعه؟ الامن السوداني فين؟ ما هو في اتفاق الامن السوداني مسؤول على تامين الجمهور المصري. ازاي الامن السوداني خلى باتفاقه؟ ازاي الامن السوداني ساب المصريين وترك الجزائريين يضربوا فيهم؟ معانا طارق. اهلا طارق، اتفضل. يا عمرو مساء الخير. مساء النور يا طارق. احنا دلوقتي في شارع شارع الجمهوريه طريق المطار. ايوه. وفجاه الطريق اتقطع علينا واتضرب اول اتوبيس في واحده ست ربنا معاها عينها يعني عينيها ودماغها عينها راحت خالص، دي عينها يعني اتصفت ودماغها اتفتح، ومعانا 7 8 مصابين واتوبيسات اتكسرت. بس اخواننا السودانيين نزلونا دخلونا بيوتهم وقفلوا علينا جوه وحرمونا لغايه دلوقتي. الجيش نزل، قوات مسلحه نازله يا طارق تشتبك مع يا طارق مع يا طارق ايوه. ما تتحركوش من مكانكم، ما تخرجوش الشارع طول ما انتوا جوه بيوت. انتوا امنين. هو الوقت القوات المسلحه جت واشتبكت مع الجزائريين. كويس، ما تقولش انت فين يا طارق. خليكوا يا جماعه جوه بيوت. احنا كل الناس اللي لينا هناك قلنا لهم كده، محدش يخرج في الشارع. 40 راجل كل واحد معاه شومه وكل واحد معاه عصايه. يا طارق كلم كل الناس اللي حواليك، قول لهم محدش يخرج في الشارع. احنا معانا اساتذه جامعه، معانا لغات شرطه، معانا نواب مدير امن، معانا مستشارين ورؤساء محاكم. ما تخرجوش من المكان اللي انتوا فيه غير ما لما الامن السوداني يقول لكم. احنا في شارع اسمه شارع. ما تقولش الشارع، ما تقولش الشارع، خليك في المكان، ما تقولش اسم الشارع. يا طارق ايوه، خشوا بيوت، اي بيوت، واقعدوا جواها، ما تخرجوش غير لما الدنيا تهدى. يا رب تقعدوا لبكره. سامعني طارق؟ وكل اخواننا معانا سامعينك اهو. قول لكل الناس احنا الليله دي هنبات في الخرطوم، احنا مش هنخرج الشارع خالص ما دام محدش هيحمينا. ما تعولوش قوي على الامن السوداني، طالما خلوا بيكم ما تعولوش عليهم، خلوهم لحد ما الدنيا تهدى، لغايه اما الجزائريين يروحوا في 60 داهيه من البلد، لغايه اما يرحلوا. واحنا مستمرين لغايه اما تخرجوا وتروحوا المطار. مش هنسيبكم، احنا معاكم، كلنا معاكم، وراكم، ورا كل المصريين اللي موجودين في الخرطوم. وليد اتفضل يا وليد، ايه اللي بيحصل عندك؟ اللي بيحصل احنا متبهدلين في الخرطوم، متبهدلين ميتين. الاتوبيس بتاعنا اتكسر كله علينا، اللي معانا كلهم يعني متبهدلين. الناس بتموت معانا ومتحصرين من كل ناحيه ومش عارفين نعمل ايه. الشارع كله بتوع الحزب الوطني متشرحين ومرميين على الارض، ومفيش حد الشرطه السودانيه شايله ايديها خالص. احنا عايزين حد يامننا. احنا جرينا بالاتوبيس يا جماعه ارجوك يا وليد، شوفوا اي مكان استخبوا فيه. يا وليد احنا مستخبيين يا استاذ ما تخرجش. قول لكل الناس معاك محدش يخرج لغايه اما السفله دول يسافروا. احنا مستخبيين دلوقتي. ما تخرجش، ما تخرجوش يا وليد لو سمحت. خشوا جامع، خشوا كنيسه، خشوا بيت، خبطوا على اي بيت وخشوا اقعدوا فيه. كل بيوت السودانيين احتموا مع الاخوه السودانيين في بيوتهم. ارجوك محدش ينزل الشارع من المصريين. معانا سيدات ومعانا ناس كتيره متعوره ومش عارفين نعمل معاهم ايه يعني، ومعانا اطفال مش عارفين نتصرف معاهم، ومعناش ولا دواء ولا اي حاجه. يا وليد متبهدلين. يا وليد اهدى واسمعني يا استاذ عمرو، احنا عايزين حد يلحقنا.
عايزين حد ينجدنا على ما حد يلحقكم. الناس قاعده في مصر وسايبانا هنا. امنوا نفسكم يا وليد دلوقتي، يا وليد. امنوا نفسكم لو سمحت. على ما حد يلحقكم لو سمحتم، في بيت، ماشي، في اوتيل، ماشي يا في أستاذ مطعم، ماشي. ما تبقوش يا في أستاذ الشارع، يا ما أستاذ حدش عمرو مصري محمد. في الشارع، وما حدش يشيل علم. محمد فؤاد يعني شبه اتعدم مننا خالص، منتهي محمد فؤاد. ويعني مش عارفين نعمل ايه. الراجل مات متشرح، الازاز نازل على راسه وهو وابنه ميت معانا في الارض، مش عارفين نعمل ايه. وليد اهدى بس اقعدوا في مكان انتوا كده ما آمن. تخرجوش من اي بيت. حضراتكم خشوا بيوت، خشوا جوامع، خشوا كنايس. مستخبيين دلوقتي في مكان ومحدش عارفه بره كده. ما تخرجش، خليك بقى، بات لغايه بكره. اوكي ماشي. خليك عندك يا وليد، خليك مع الناس اللي معاك. احنا هنا بنقوم الدنيا كلها يا وليد، بس ما تخرجش الشارع خالص. الله يخليك. واضح. انا عايزك تبقى